المدينة اللي بتحيي بيها مصر هوية صناعية قديمة جدا منذ بداية الخلق. المدينة اللي ورثت من أهم وأقدم الحرف اللي خلدت حضارة المصري القديم وربما الحضارات الإنسانية كلها. تعالوا نشوف التطور الكبير اللي حصل في الفترة الأخيرة ونتعرف أكتر على صناعة بلدنا. جبنا هنا مطحونه جاهزه بودره كده زي اللي في بعد كده احنا بقى نصنع كل الاشكال اللي انتوا شايفينها دي من نفس الطين. كل الاشكال اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بتعمل من نفس الطين وحسب الطلب. لو حد جايب حاجه غير اللي احنا بنشتغلها بنعملها له برضه. يعني كل الاشكال ديت وفي ناس بتجيب اشكال مختلفه نعملها له من الطين. دلوقتي بعمل كشبو بتاع زرع زي الكشبوات اللي مش شطبه دي كده. بياخد منك وقت قد ايه؟ لا بتاخد وقت كتير، بس مش واحد بس اللي بيعملها، كذا واحد اللي بيشطب ورايا واللي بيحرق واللي بيلون بتاخد مراحل كتير. الفرن ده اخر مرحله؟ ايه؟ الفرن طبعا الفرن اخر حاجه. الشغل بقى الشطب خالص حطه جوه الفرن بيقعد 8 ساعات في النار لحد ما يستوي. ممكن بعد ما يطلع 8 ساعات وقت تاني زيادة عن كده. يعني ممكن نحرقه تاني، نجلزه ونحرقه عشان الألوان دي تدخل الفرن تستوي. الصغيرة 5 ماشي. شوف انت عايزة مثلا اي تاخدي فكرة عن برضو الشغل دوت انا تحت امرك. دي بتعمل 200 جنيه ماشي. دي نفس السعر، دي 150. الطاجن ده 100. واحد زي دي مفوحة أماني تعمل 50 جنيه ماشي. ده مج بتاع مثلا ايه القهوة والكلام ده بيعمل 7 جنيه. دي الكنكة بتاعته 15 جنيه ماشي. مجات برضو زي ديت مثلا ابتداء من 25 ل 20 مثلا ممكن عادي. حاجة زي كده بتعمل 15 جنيه اللي هو العسل الكنكة. دي مبخرة بتاعت البخور طبعا انتوا عارفين ماشي. بتعمل 25 جنيه لوحدها دي أو دي ماشي. ده مج على الحروف ماشي 15 جنيه. ده طقم قلايات ماشي بيعمل 100 جنيه التلات حتت مع بعض ماشي. ده طقم الحلة اللي انت شفتيه 120 جنيه اللي هو جوه. دي صينية 30 جنيه.